مسلسل الميراث الحلقة 207. فهد بيعرف بزيارة الجدة مازنة للجويرية من خلال شهد، وبيلومها على زيارتها وهي بتفهمه إنها عملت كده بسبب أخوه بدر. لا تنسى عمل لايك على الفيديو والاشتراك في القناة. بالنسبة لأحداث الحلقة السابقة، بتبدأ أحداث الحلقة بإن يوسف بيقول لإبراهيم مش غريب إنها تكتب المزرعة باسمك. يقول له إبراهيم إنها بتثق فيا لإني ماسك كل مفاتيح شغلها. يستغرب يوسف ويقول له بس غريب إن بنتها حور لا تثق فيك وبتكرهك. اتجمعوا أولاد ماجد مع أبوهم ويقولوا له في مشكلة، احنا معترضين على تعيينك لأخو ديما في الشركة. ومنصور يلومه ويقول له تطردني أنا ابنك وتوظف الغريب، دي إهانة كبيرة ليا. لكن ماجد بيقول له إن اجتماعكم ده فاشل لأن باسل أصلا رفض يتوظف عندنا. أديب بيبعت لهبة وبيقول لها إنه عرف اللي حصل بينك وبين رانيا، وهبة بتقول له اطلع من حياتي وإنت إيه اللي يخليك تعمل كده. وفي الأخير أديب بيقول لها علشان حبيتك. زيد بيقابل ياسمين وبيسألها عهود بنت خالتي ليه ساكنة عندك بالشقة. بتقوله إن ديما طلبت منها كده علشان محدش من قرايبها يسكن فيها. طبعا زيد ما بيقتنعش بكلامها، وبعدها بيقول لها لو كان هدفك تكيدي منصور فالأمر بسيط، نتقابل في كافيه هو بيقعد فيه ونخليه يشوفنا وبعدها ولا أعرفك ولا تعرفيني. فهد بيقول لمازنة إن كل شكوكك طلعت صحيحة، وإن بدر متورط في موضوع مع عيلة البهيتاني. ياسمين بتقول لزيد كل الحكاية إني حسيت إني مرتاحة معاك وبس، مش لازم يعني يكون في بينا حب أو حرب. وفي الأخير زيد بيقول لها لو كنت صادقة معايا في كلامك طلعي عهود بين بيتكم في أسرع وقت. سحر بتقول لحور على قرار طلاله إنه هيسافر ومش هيرجع تاني ولا حد هيعرف مكانه. لكن حور بتقول لها إن أهله لازم يعرفوا بالكلام ده علشان يغير رأيه. وسحر بترفض وتقول لها لو عرفوا إنه قال الكلام ده هتبقى فضيحة، وهيقولوا راح يتكلم مع بنت الشغالة. زيد بيرجع البيت وبتسأله أمه عن طلال. بيقول لها إنه قاعد في فندق ومعندهوش نية إنه يرجع البيت الفترة دي. وفي الأخير بيقول لها إن عهود ساكنة في بيت زوجة ماجد الخطواني، وخليها تطلع من هذا البيت بدل ما أخليها تشوف أسود أيام حياتها. وفي آخر أحداث الحلقة، بتروح مازنة عند جويرية وبتقول لها مع مر الزمان لكن لسه محتفظة بكبريائك وجمالك. بتسألها جويرية مين انتي؟ تقول لها أنا أم ماجد الخطواني زوجة الراجل اللي قتلتوه. وإلى هنا تنتهي الحلقة. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وعمل اشتراك في القناة عشان تتابع باقي الحلقات.